السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح أول درس في الجغرافيا. كنا شرحنا الفيديو اللي فات أول درس في التاريخ بتاع ثورة 23 يوليو. في الفيديو بتاع النهاردة هنشرح بقى أول درس في الجغرافيا. عندنا الوحدة الأولى في الجغرافيا بتتكلم عن الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم، والوحدة مقسمة لأربع دروس. الدرس الأول بيتكلم عن النشاط الزراعي وموارده في العالم، والدرس الثاني بيتكلم عن الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم، والدرس الثالث والرابع بيتكلموا عن النشاط التعديني والصناعي. في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الاول اللي هو النشاط الزراعي وموارده في العالم. بس قبل ما نبدا شرح الدرس يا ريت تعمل لنا لايك وشير واشتراك في القناه ونبدا شرح الدرس. طب حد يقول لي هو النشاط الزراعي مهم؟ اقول لك طبعا، ده يعد النشاط الزراعي من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم، وده لانه بيمثل مصدر رئيسي لغذاء الانسان بجانب الاسماك والحيوانات. الانسان زي ما هو بيستهلك اسماك وحيوانات بيستهلك حاجات تانية، موارد زراعيه تانية زي ايه؟ زي القمح، زي الرز، زي السكر، زي الشاي اللي بنشربه كل يوم، والبن. دي كلها موارد زراعيه الانسان بيستهلكها. وكمان زي ما قلنا زي القمح اللي بيعد مصدر اساسي او رئيسي لغذاء الانسان. يبقى النشاط الزراعي مهم؟ طبعا مهم، لانه بيمثل مصدر رئيسي لغذاء الانسان جنب الاسماك والحيوانات. وكمان بيرتبط بيه تربيه الحيوانات اللي بتبقى موجوده في الحشائش وبتاكل من الحشائش دي، بنرجع احنا نستفيد منها. الحيوانات دي بتتربى انها تاكل في الحشائش دي اللي هي ايه؟ اللي هو النشاط الزراعي. فالنشاط الزراعي مرتبط طبعا بتربيه الحيوانات. وكمان مصدر مهم للمواد الخام. زي ايه؟ اديك مثال، زي المطاط الطبيعي اللي بيدخل في صناعه اطارات السيارات، وزي محاصيل الالياف دي اللي هي ايه؟ اللي هي القطن والكتان والجوت. القطن والكتان والجوت بيدخلوا في صناعات زي صناعه المنسوجات. يبقى النشاط الزراعي من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم. ايوه، النشاط الزراعي من الانشطه الاقتصاديه الاساسيه في العالم، وده لانه بيمثل مصدر رئيسي لغذاء الانسان بجانب طبعا الاسماك والحيوانات، وبيرتبط بيه تربيه الحيوانات. وكمان مصدر مهم للمواد الخام الزراعيه اللازمه لبعض الصناعات زي محاصيل الالياف، قلنا القطن والكتان والجوت، وزي المطاط الطبيعي اللي بيدخل في صناعه اطارات السيارات. والنشاط الزراعي بقى موجود في كل قارات ودول العالم تقريبا. وعندنا النشاط الزراعي بينقسم الى نوعين رئيسيين. اول نوع هو الزراعه البسيطه او بين قوسين كده البدائيه. النوع الثاني الزراعه المتقدمه. النوع الثاني الزراعه المتقدمه بتنقسم لنوعين، في زراعه كثيفه وفي زراعه تجاريه علميه. نبدا الاول نتكلم على الزراعه البسيطه او الزراعه البدائيه. هنتكلم على خصائصها واماكن انتشار الزراعه دي واهم محاصيلها كمان. نبدا بخصائصها. ايه خصائص الزراعه البسيطه البدائيه؟ قال لك اول حاجه بيعمل بيها عدد قليل من سكان العالم، عدد قليل بس من سكان العالم اللي شغالين في الزراعه دي. طب ايه تاني؟ ضيق المساحات المزروعه وتباعدها عن بعض. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي حته ارض بعدها كام بيت كده، بعدها حته ارض تانية، بعدها كام بيت، بعدها حته ارض، وهكذا. وحته الارض دي تلاقيها حته صغيره، ايراد اقل من ايراد، بعدها كام بيت، بعدها ايراد او ايراتين، بعدها كام بيت. فالمساحات المزروعه ضيقه وكمان بعيد عن بعض. ده كله بنتكلم في ايه؟ في خصائص الزراعه البسيطه. وكمان بيستخدم فيها الادوات البدائيه البسيطه. الادوات البدائيه البسيطه زي ايه؟ زي الفاس، الحاجات دي. الزراعه دي اللي هي البسيطه او البدائيه بتوفر الاحتياجات الغذائيه اللازمه للسكان، للناس اللي عايشين جوه المنطقه جوه البلد، وما عندهاش فائض انها تصدر. هي دوبك الزراعه دي انا اوفر لك اكل للناس اللي عايشين، انما ما اقدرش اوفر لك كميه تصدرها لبره، لا، انا اوفر لك بس اكل للناس اللي عايشين بس. دي خصائص الزراعه البسيطه او البدائيه. يبقى خصائص الزراعه البسيطه او البدائيه يعمل بها عدد قليل من سكان العالم، ضيق المساحه المزروعه وتباعدها عن بعضها. رقم 3 بيستخدم فيها ادوات بدائيه بسيطه. رقم 4 بتوفر الاحتياجات الغذائيه اللازمه للسكان المحليين دون وجود اي فائض للتصدير. طب اماكن انتشار الزراعه البسيطه او البدائيه؟ اقول لك موجوده في مناطق صغيره ومعزوله. زي ايه؟ زي المناطق الحاره اللي موجوده على هوامش الغابات الاستوائيه، وموجوده برضه في بعض مناطق حشائش السافانا. يبقى اماكن انتشارها موجوده في مناطق صغيره ومعزوله لوحدها كده. زي ايه؟ زي المناطق الحاره الموجوده على هوامش الغابات الاستوائيه، وموجوده برضه في بعض المناطق في حشائش السافانا. طب اهم محاصيل الزراعه البسيطه؟ اهم محاصيلها الذره والموز والكازافه واليام. الذره والموز والكازافه واليام. حد يقول لي يعني ايه اليام دي؟ اليام دي نبات كده شبه البطاطا. في دول بتاخد النبات ده بتسيبه لحد ما يجف وتطحنه وبيخش في صناعه الخبز. دول زي ايه؟ دول زي غانا ونيجيريا. يبقى اهم محاصيل الزراعه البسيطه البدائيه الذره والموز الكازافه واليام. ده كله بنقول في ايه؟
في الزراعه البسيطه اللي هي ايه البدائيه. طب الزراعه المتقدمه قلنا منها نوعين، في زراعه كثيفه وفي زراعه تجاريه علميه. الاول الزراعه الكثيفه. يعني ايه زراعه كثيفه؟ الزراعه الكثيفه دي هي زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد. ليه بيزرعوا الارض اكتر من مره في العام الواحد؟ بهدف اشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء. يعني كده نعرف ان الزراعه الكثيفه استهلاك محلي فقط. والزراعه دي عاده ما بتكون في الاماكن اللي فيها سكان كتير، في الاماكن او المناطق كثيفه السكان. يبقى الزراعه الكثيفه هي زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد بهدف اشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء، بين قوسين استهلاك محلي فقط، وعادة بتكون موجودة في المناطق كثيفة السكان. طب احنا قلنا كل واحدة هنتكلم عن خصائصها وأماكن انتشارها ومحاصيلها. نبدأ بخصائص الزراعة الكثيفة. أقول لك أول حاجة كده، الزراعة الكثيفة عايزة أيدي عاملة وفيرة، عايزة أيدي عاملة كتيرة، ناس كتير شغالين فيها. طب ليه يا سيدي؟ ده لأنها بتخش في عمليات عديدة. يعني إيه بتخش في عمليات عديدة؟ يعني الأرض فيها بيعملوا فيها بذر الحبوب، وبعدها الري، وبعدها تنقية الحشائش والحاجات دي. فدي عايزة أيدي عاملة كتير عشان تشتغل الحاجات دي. يبقى أول خاصية من خصائص الزراعة المتقدمة تتطلب أيدي عاملة وفيرة. طب ليه؟ بما تفسر عايزة أيدي عاملة وفيرة. ده لأن بتتم من خلالها عمليات متعدده زي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. دي كلها عمليات بتتم ورا بعض وعايزه ايدي عامله كتيره تعمل العمليات دي. طب ايه تاني من خصائص الزراعه الكثيفه؟ اقول لك حاجه لسه قايلينها من خصائصها، بيتم زراعه الارض اكتر من مره في العام الواحد باكتر من محصول لسد او اشباع ايه؟ لاشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء اللي هو ايه؟ استهلاك محلي فقط زي ما قلنا. ومن خصائص الزراعه الكثيفه دي برضو صغر مساحه الحقول الزراعيه، ده اللي بيؤدي لصعوبه استخدام الالات والماكينات الزراعيه. من خصائص الزراعه الكثيفه ان الاراضي صغيره، والاراضي الصغيره صعب ان انت تستخدم فيها الات او ماكينات زراعيه. طب اماكن انتشار الزراعه الكثيفه جايب لك في الكتاب انها منتشره في المناطق الحاره والمعتدله بس. شكرا، مش عايز اكتر من كده. اماكن انتشار الزراعه الكثيفه الاماكن الحاره والمعتدله. طب اهم محاصيلها؟ اهم محاصيلها 3: القمح، الارز، القطن. يبقى اهم محاصيل الزراعه الكثيفه القمح، الارز، القطن. طب نشوف بقى النوع الثاني من الزراعه المتقدمه اللي هو ايه؟ الزراعه التجاريه والعلميه. الزراعه التجاريه والعلميه ليها اسم برضه، بتعرف بالزراعه الواسعه. الزراعه الواسعه دي اللي بتهدف لانتاج تجاري ضخم، من اسمها كده زراعه تجاريه. يبقى عايزه ايه؟ تهدف لايه؟ تهدف لانتاج تجاري ضخم. طب زي الاخواتها خصائصها ايه الزراعه التجاريه دي؟ اقول لك اول حاجه انها بتتم في مزارع واسعه. احنا لسه قايلين تعرف بالزراعه الواسعه، بتتم في مزارع واسعه في مساحات كبيره قوي. اكيد مساحات محدوده ليها حد بس هي برضو كبيره قوي. ثاني حاجه بيستخدم فيها احدث الالات الزراعيه والطرق العلميه، وده بيترتب عليه قله التكاليف وكمان قله العماله. مش محتاجين عماله كتيره زي الزراعه الكثيفه، لا دي الزراعه التجاريه لا احنا بنستخدم الات وطرق علميه حديثه. ده بيترتب عليه ان التكاليف بتقل وكمان مش محتاجين عماله كتير. طب اماكن انتشارها بقى، اماكن انتشار ايه اللي احنا بنقول عليه؟ اماكن انتشار الزراعه التجاريه والعلميه. اماكن انتشارها اقول لك موجوده في جنوب شرق اسيا حيث مزارع المطاط والشاي، وكمان موجوده في امريكا الشماليه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه حيث مناطق زراعه القمح والقطن، وكمان موجوده في اوروبا بيتزرع فيها القمح. طب اهم محاصيلها انت خلاص المفروض اهم محاصيلها عرفتها من اماكن انتشارها. بقول لك جنوب شرق اسيا مطاط وشاي، امريكا الشماليه خاصه الولايات المتحده الامريكيه قمح وقطن، اوروبا قمح. يبقى اهم محاصيلها ايه؟ مطاط، قمح، القطن، الشاي. دي اهم محاصيل ايه؟ اهم محاصيل الزراعه التجاريه والعلميه. طب اتكلمنا بقى وعرفنا عن اهميه النشاط الزراعي وكمان المناطق الزراعيه الاساسيه في العالم، واللي قسمناها لنوعين: زراعه بسيطه وزراعه متقدمه. طب نتكلم بقى على الموارد الزراعيه الرئيسيه في العالم، واللي بتنقسم ل3 حاجات. عندنا محاصيل غذائيه، محاصيل الالياف، محاصيل ذات طبيعه خاصه. اول واحده معانا محاصيل الغذائيه، وبتنقسم ل2: تنقسم للحبوب غذائيه ومحاصيل سكريه. ونبدا باول حاجه اللي هي المحاصيل الغذائيه. المحاصيل الغذائيه قلنا بتنقسم ايه؟ ل2: حبوب غذائيه ومحاصيل سكريه. نبدا بالحبوب الغذائيه. في الكتاب جايب لك امثله على الحبوب الغذائيه زي القمح والذره والرز. بيتكلم لك في التفصيل عن القمح والذره. نتكلم عن القمح والذره بقى ايه من حيث الاهميه واهم القارات والدول المنتجه. نتكلم الاول عن القمح. اهميه القمح ايه؟ والله اهميه القمح، احنا دوله زي مصر ما نقدرش نعيش من غير القمح، العيش اللي بناكله كل يوم، ومعظم دول العالم كده. اهميه القمح بيعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، حيث يصنع منه ايه؟ الخبز والمكرونه والحلويات. طب الناحيه الثانيه اهميه الذره، والله أهمية الذرة هو بيستخدم غذاء للإنسان في بعض المناطق ولكن الأغلبية علف للحيوانات. طب أهم القارات والدول المنتجة للقمح وللذرة. نتكلم عن القمح. أهم القارات والدول المنتجة للقمح، والله هو القمح بينتج في معظم قارات العالم، وتعد قارة آسيا أولى قارات العالم إنتاجا للقمح، وأهم دولها الصين اللي تعد أولى دول العالم إنتاجا. بيجي بعدها على طول الهند اللي واخدة المركز الثاني في الإنتاج. يبقى أولى قارات العالم إنتاجا للقمح آسيا،
اولى دول العالم انتاجا للقمح الصين، بيجي بعدها الهند. وانا لو ما قلتلكش اسيا كده، قلت لك اولى دول العالم انتاجا للقمح الصين، والتاني دول العالم انتاجا للقمح الهند، يبقى طبيعي اولى قارات العالم انتاجا للقمح ايه؟ طبيعي اكيد ايه؟ اكيد اسيا. طب الذره بينتج في معظم قارات العالم برضه، وتعد قاره امريكا الشماليه اولى قارات العالم انتاجا للذره، وبتستخدم معظم الانتاج ده كعلف للماشيه، والباقي بتصدره للخارج. كده اتكلمنا عن المحاصيل الغذائيه اللي في منها قمح وذره ورز، واتكلمنا بالتفصيل عن القمح والذره. طب نتكلم عن المحاصيل السكريه اللي بينقسموا لحاجتين، قصب السكر وبنجر السكر، وهنتكلم طبعا كل واحد فيهم عن اهميته واهم القارات والدول المنتجه. نبدا الاول بقصب السكر. قصب السكر اهميته ايه؟ والله قصب السكر ده المحصول الاول والرئيسي لانتاج السكر في العالم. طب بنجر السكر قصب السكر المحصول الاول الرئيسي، يبقى بنجر السكر المحصول الثاني لانتاج السكر في العالم. طب اهم القارات والدول المنتجه لقصب السكر وبنجر السكر. نبدا بقصب السكر. اهم الدول المنتجه لقصب السكر، والله قصب السكر بيزرع في المناطق المداريه الحاره، لانه بيحتاج لدرجه حراره مرتفعه وكميه ميه كتير، عشان كده بيزرع في كل قارات العالم ما عدا قاره واحده، هي قاره اوروبا، وده لوقوع قاره اوروبا في المنطقه المعتدله. طب الدوله اللي واخده رقم 1 في انتاج السكر، والله الدوله التوب يعني في انتاج السكر هي البرازيل. يبقى البرازيل اولى دول العالم انتاجا للسكر. طب في بنجر السكر بقى، والله بنجر السكر بتتركز زراعته في اوروبا، ومن اهم الدول في اوروبا فرنسا، وكمان بيتزرع في امريكا الشماليه، ومن اهم دول امريكا الشماليه الولايات المتحده الامريكيه، وده بيتزرع هنا وهنا بسبب ملائمه ظروف المناخ وكمان ملائمه التربه الزراعيه. وفي افريقيا بيتزرع في افريقيا، واكبر الدول المنتجه في قاره افريقيا لبنجر السكر هي مصر. طب بنتكلم على انتاج السكر عموما. انتاج السكر عموما اولى الدول انتاجا للسكر هي البرازيل زي ما قلنا، بيجي بعدها الهند، بيجي بعدها الصين. يبقى رقم 1 البرازيل، رقم 2 الهند، رقم 3 الصين. طب في قصب السكر قلنا ان في قاره مش عارفه تزرع قصب السكر، وده لان الظروف زراعته او الظروف المناخيه مش ملائمه، وهي قاره ايه؟ قاره اوروبا. قلنا ليه؟ لانها بتقع في المنطقه المعتدله، وقصب السكر بيحتاج لدرجه حراره مرتفعه وكميه مياه وفيره، فعشان كده اوروبا مش عارفه تزرع قصب السكر. طب يجي لك سؤال، اختر القاره التي تعوض خلوها من زراعه قصب السكر بزراعه البنجر، هي ايه؟ والله قاره مش عارفه تزرع قصب السكر عشان ظروف مناخها مش ملائمه لظروف مناخ زراعه قصب السكر، وقلنا عليها قاره ايه؟ قاره اوروبا لوقوعها في المنطقه المعتدله، بس بتزرع بنجر السكر بسبب ملائمه ظروف المناخ. يبقى اجابه السؤال ده تبقى ايه؟ القاره التي تعوض خلوها من زراعه قصب السكر بزراعه بنجر السكر هي قاره اوروبا. طب نتنقل على تاني حاجه من الموارد الزراعيه الرئيسيه في العالم، هي محاصيل الالياف، واللي بتنقسم لقطن وكتان وجوت. هنتكلم بالتفصيل عن القطن. لازم نكون عارفين ان القطن محصول مداري. طب عايزين نتكلم على اهميه القطن. والله القطن مهم، ده القطن بيخش في انتاج الخيوط. الخيوط دي اللي بتستخدم في صناعه اجود الانواع من المنسوجات والملابس، وكمان بيبقى مصدر لاستخراج زيت اسمه زيت بذره القطن، وكمان بيخش في صناعه الاعلاف. ده ايه؟ ده اهميه القطن. اهميه القطن انتاج الخيوط اللي بتستخدم في صناعه اجود انواع المنسوجات والملابس. رقم 2 بيعد مصدر لاستخراج زيت اسمه بذرة القطن، كمان بيخش في صناعة الأعلاف. طب أهم القارات والدول المنتجة، والله القارة الأولى في إنتاج القطن هي قارة آسيا. ده قارة آسيا بتنتج ثلثي الإنتاج العالمي من القطن، وأهم دولها اللي موجودين كل شوية نقولهم الصين والهند. طب تاني قارة هي قارة أمريكا الشمالية، هي تاني قارات العالم إنتاجا للقطن. تالت قارة هي أمريكا الجنوبية، تالت قارات العالم إنتاجا للقطن. أما بقى قارة أفريقيا فهي واخدة مركز رابع، هي رابع قارات العالم انتاجا للقطن، واهم دولها مصر والسودان. دايما كانوا بيقولوا زمان ان القطن اللي في مصر والسودان من اجود انواع القطن. طب ليه القطن في مصر والسودان من اجود انواع القطن؟ ده لانه معظمه من انواع القطن طويل التيله. يعني ايه طويل التيله؟ طويل التيله دي يعني بيتميز بالياف طويله، وبيتميز بنعومته الكبيره، نعومته الفائقه اللي بتاهله ان هو يستخدم في صناعه منسوجات عالميه لشركات عالميه. فعشان كده تلاقي دايما الدول باصه انها تجيب قطن من مصر والسودان، وده لان معظمه من انواع ايه؟ طويله التيله. ده كله بنتكلم في ايه؟ محاصيل الالياف، وادينا مثال عليها القطن والكتان والجوت، واتكلمنا بالتفصيل عن القطن. طب المحاصيل بقى ذات طبيعه خاصه، محاصيل ذات طبيعه خاصه زي المطاط الطبيعي والشاي والبن.
وهنتكلم بالتفصيل عن اتنين، عن المطاط الطبيعي والشاي. المطاط الطبيعي ازاي بنطلعه من الشجره؟ المطاط الطبيعي ده بيستخرج من عصاره اشجار استوائيه، يعني بيعصروا الشجر الاستوائي بينزل ماده بيضه كده، الماده البيضه دي بياخدوها ويعالجوها كيميائيا وتخش في صناعه المطاط. طب اهميه المطاط الطبيعي؟ والله اهميه المطاط الطبيعي زي ما قلنا في اول الدرس بيصنع منه اطارات السيارات وصناعات اخرى. طب قول لي بقى اهم القارات والدول المنتجه زي ما قلنا على اخواته اللي فاتوا. اهم القارات واهم الدول المنتجه للمطاط الطبيعي، نفس القاره هي التوب برضه في المطاط الطبيعي، وهي قاره اسيا. قاره اسيا هي القاره الاولى في انتاج المطاط الطبيعي ده، هي بتنتج معظم الانتاج العالمي اصلا، واهم دولها تايلاند، وتايلاند هي اولى دول العالم انتاجا للمطاط الطبيعي. وافريقيا واخده المركز الثاني في انتاج المطاط الطبيعي. ده بنتكلم على ايه؟ المطاط الطبيعي بنتكلم عن محاصيل ذات الطبيعه الخاصه. طب قلنا المطاط الطبيعي، طب تاني حاجه ايه؟ الشاي. والله الشاي بيقول لك موطنه الاصلي موجود في شرق اسيا، والشاي ليه ظروف معينه لزراعته. طب ايه الظروف دي؟ والله اقول لك الظروف دي، الشاي لازم يبقى محتاج عشان يتزرع بيبقى تمام كده، محتاج تربة خصبة خفيفة، ومحتاج مناخ حار، ومحتاج هواء رطب، ومطر غزير. الشروط دي موجودة في شرق آسيا اللي هو موطنه الأصلي. طب أهم الدول المنتجة ليه؟ أقول لك أهم الدول المنتجة ليه هي الصين. الصين هي أولى دول العالم إنتاجا للشاي. ده كله بنتكلم في إيه؟ في المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة، وقلنا المطاط الطبيعي والشاي والبن، واتكلمنا بالتفصيل عن المطاط الطبيعي والشاي. كده نكون وصلنا لنهاية الدرس. بإذن الله الدرس خفيف زي درس التاريخ كده، وبإذن الله المنهج يكون سهل معاكم. يا ريت تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، عشان لما بنشوف اللايك بيخلينا نكمل وإن احنا ننزل فيديوهات أكتر. كان معاكم مستر أحمد جمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.